أشكركم أعزائي المشاهدين. العنف دائرة جهنمية، في النهاية العنف يأتي بعنف. إذا كنت فاكر إن أنت هتضرب ومحدش هيضربك تبقى واهم. هتضرب بنت مرة هيضربوا لك بنت مرة، هتعتدي على واحد مرة هيعتدوا لك على واحد مرة، تكون تتلبس بلبس تأجر واحد بلطجي هيأجر لك بلطجي. في النهاية اوعى تكون فاكر ان انت اجمد ومفيش حد اجمد منك، دايما في حد اجمد منك، ودايما هتدخل في دايرة العنف، لا تنتظر عنفا مضادا. هل هناك عقلاء للخروج من هذا المشهد؟ الحقيقة بوجه كلامي للسلطة أكتر من المعارضة. السلطة هي اللي في إيدها الخروج من هذا المشهد، السلطة هي اللي في إيدها أن تطبق دولة القانون، السلطة هي اللي في إيدها أن تعيد الأمن للشارع، السلطة هي اللي في إيدها أن تشعر الناس أنهم يعني وحدة واحدة. فكرة وحدتنا في قوتنا، وحدتنا في قوتنا تاني. هو مين اللي قسمنا؟ هو مين اللي فتتنا؟ ومين اللي أجبرنا على الدستور؟ ما تقدرش تعيشني في حياة مغصوبة عليها معاك، ما نقدرش نعيش معاك مغصوبين. عايزين نعيش معاك بتراضي، والتراضي لن يكون إلا لو حسينا إن إحنا كلنا متساويين في الحقوق والواجبات. كلنا كلام اللي أنت بتقوله حضرتك للجيش المصري أرجو أن تشعر به حقيقة، أرجو أن تشعر أن هناك مأزق اقتصادي، أرجو أن تشعر أن هناك مأزق سياسي. العنف لا يأتي إلا بعنف. يا ترى أنت بتنام إزاي وأنت بتتفرج على العنف ده يا دكتور مرسي؟ بتنام إزاي؟ ضميرك مستريح؟ ما اظنش. ودي بقيه الغنوه. وعلى راي الاستاذ هيكل عندما ذكر مكرم عبيد يعني السياسي العظيم مكرم عبيد، بمناسبه بقى اللي جايين لنا هينورونا بكره في المدينه، العنيف ضعيف ويغطي ضعفه بالتخويف. احنا مش خايفين، احنا بقى العمر واحد والرب واحد، وموجودين في استوديوهاتنا وشبابنا موجودين اهو، ولا معانا سلاح ولا معانا بلطجيه ولا معانا حرس. احنا جايين شغلنا وربنا يكرمنا ونشوفكم بكره باذن الله. ما شفناكوش هذا قدر، ولكن لحد اخر لحظه هنكون موجودين. ندخل استوديوهاتنا اذا قدرنا، والله ما قدرناش بقى خلاص هنعمل ايه. لكن العنيف ضعيف حتى لو غطى ضعفه بالتخويف، واحنا ما بنخافش. أشكركم شكرا جزيلا، بشكر ضيوفي، ونتقابل بكرة بإذن الله. وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.